خلي لي بالك يمي بالنسبة للحالة اللي جاي تصير ويا الأخوة المتابعين، وهي الفرخات اللي جاي تطلع وما تقدر تمشي على رجليها. باوع لي هاي الفرخة عزيزي المتابع، لاحظ شوف للفرخة ما جاي تقدر تمشي على رجليها بهذا العمر أو أقل من هذا العمر. كل اللي أريده من عندك سواء بهذا العمر أو أقل من هذا العمر، تشوفون هذا البيض اللي قدامكم، البيض الخربان أو البيض اللي تريد الذبة، قبل لا تذبه عوفه على صفحة وخليه لين راح يفيدك. شوف لي هاي البيضة راح تجي تسحب من عندها بهاي السرنجة، تسحب من عندها 5 سيسي وتنطي الكل فرخ سيسيين قبل ما تنطي الوجبة. وإذا صعبة عليك هاي العملية تريد تخلي البيض بالكامل فوق الأكل اللي تقدمه لهن، لكن أنا أفضل إنه هاي الطريقة حتى تضمن إنه السائل مالت البيض راح يدخل بالكامل الجسم الطير. جربوها ورا 3 أيام أو 4 أيام يومية وراح تشوفون الحالة شلون راح تصير.